اوكي، صباح الفل يا شباب، عاملين ايه الاخبار؟ تانية بكالوريا لغات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي. اول محاضرة في الكورس التأسيسي. ما تخافش والله، مش تقيل مش صعب، مش هديك معادلات وحاجات صعبة جدا، لان انا عارف انك لسه في اجازة، بس انا عاوز ادردش معاك شوية. عاوز اظبط عندك شوية مفاهيم مهمة قوي ان انت تظبطها قبل ما تدخل. ماشي. هل لازم اتفرج على الفيديو ده دلوقتي؟ لا، لو حاسس ان انت متضايق اقفل الفيديو وابقى شوفه بعدين. بس المهم قبل ما نبدأ المنهج بتاعنا، معلش محتاج تشوف الفيديو ده والفيديو الجاي اللي هننزل بس هما محاضرتين في الكورس التأسيسي. هظبط عندك شوية مفاهيم صغيرة جدا جدا، ولما المنهج ينزل هشوف لو احتاجنا محاضرة تانية بناء على المنهج هعمل كده. ما احتاجناش خلاص هندخل في المنهج بتاعنا على طول، لان كده كده المنهج بتاعكم هيكون سهل ان شاء الله، مش هيكون صعب. هيكون سهل شوية ان شاء الله، مش هيكون صعب ولا حاجة. طيب، المحاضرة دي مخصصة لطلبة اللغات. اوكي طيب، عاوزين نقول ايه في المحاضرة دي؟ هقولك اول حاجة، عاوزين نظبط بس مفهوم الكمبيوتر عندنا. تاني حاجة، عاوز اعرفك انت كمهندس برمجيات، انت كسوفت وير انجينير، لان انت المفروض دلوقتي بتدرس اساسيات هندسة البرمجيات. فانت كسوفت وير انجينير ايه شغلك وايه مسمياتك وايه مجالاتك، علشان تبقى فاهم انت المفروض تتخصص في ايه. كويس؟ طيب، يلا بينا نبدأ بمفهوم الكمبيوتر، اللي هو بالنسبة لك ممكن يكون حاجة سيلي جدا، اللي هو كلنا يا عم عارفين الكمبيوتر. طيب، لما اقول لك دلوقتي كلمه كمبيوتر ايه اللي بيجي في دماغك؟ تقول لي والله ده سهله جدا جدا، يعني الكمبيوتر ده هو حاجه، تعالى بس نكلير كده. الكمبيوتر ده هو حاجه بيكون ليها شاشه، وبيكون ليها كيبورد، وبيكون ليها ماوس بالشكل ده، وعندنا الكيس كمان. والكيس دي بقى جواها حاجه كمان، لو انت بقى جامد هتقول لي الكيس دي جواها في بروسيسور، وفي جي بي يو، وفي 2 رامز كده موجودين جنب بعض، كل رام 8 جيجا بايت، وعندي شويه فانز ورا بتبرد على الكيسه وبتطري عليها، وخلاص. ده الكمبيوتر. بص، هو كان مفهومك للكمبيوتر لحد النهارده صح، يعني فعلا ممكن نقول ان هو ده الكمبيوتر، بس انت المفروض دلوقتي بقيت ليفل اعلى شويه من بقيه الناس، لان معروف الحياه عباره عن ايه؟ عباره عن ناس عاديه ومهندسين. ماشي، فانت خلاص انت بديت السلمه الاولى في حياه المهندسين، اذا انت لازم تكون في ليفل اعلى شويه من الناس العاديه. طيب، قصدي ايه بكده؟ قصدي ان انت هنا كلامك مظبوط، يعني ده فعلا كان ممكن نسميه كمبيوتر، بس مش بس ده كمبيوتر. ليه؟ لان انا عندي الكمبيوتر مش بقيسه بشكله، يعني الكمبيوتر مش بقول ان هو كمبيوتر لما الاقي ليه شاشه وكيسه وكيبورد وماوس مش عارف ايه، ده كده يبقى كمبيوتر. او يكون شكله زي اللابتوب كده والشاشه ملزوقه في الكيس والكيبورد عليهم وفي تراك باد، يبقى ده كمبيوتر. لا، مش بعمل كده. الحاجه اللي بتعمل الحاجات دي بقول عليها كمبيوتر. تاني، الحاجه اللي بتعمل الحاجات دي بقول عليها كمبيوتر. ايه بقى الحاجات دي؟ اهي. اي حاجه بتعمل انبوت بروسيسنج اوتبوت اقدر اقول عليها كمبيوتر. معلش، انبوت بروسيسنج اوتبوت دي انا بسمعها من وانا في جريد 3 ولا جريد 5، ولحد النهارده انا حافظها كده وعامل نفسي فاهمها، بس انا مش فاهمها يعني ايه. ويجوا بقى يدونا المثال الغريب قوي بتاع عندي 3 بلس 5 بتيكوال 8، ويبقى 3 والبلس وال5 دول الانبوت، وعمليه الجمع هي البروسيسنج، والاوتبوت بتاعي هيكون 8. والله يعني هو مثال فاليد، بس هو مضلل اكتر من انه فاليد، يعني بحسه بيلخبط اكتر من انه مثال يوضح. ليه بقى؟ لان انا لازم افهمك عمليات المعالجه دي بتتم ازاي. انبوت احنا فاهمينها، بريسيف داتا، بدخل داتا للكمبيوتر. ايه هي الداتا دي؟ لو هناخد مثال على الكمبيوتر العادي، ممكن يكون ضغطة الزرار دي داتا دخلت للكمبيوتر، ممكن حركة الماوس دي داتا دخلت للكمبيوتر، ممكن كلامي في المايك ده دلوقتي دي داتا دخلت للكمبيوتر. فاهم الفكرة؟ البروسيسنج هي عملية المعالجة للداتا دي، بس بناء على ايه؟ يعني انا دخلت له صوت دلوقتي، هيعالجه بناء على ايه؟ هقول لك دلوقتي. وبعد ما يعالجه المفروض يديني اوتبوت، صح؟ صح. الحته الصغيره قوي اللي ناقصانا هي ايه؟ هي ان لازم لما اجي اقول بروسيسنج اقول ان هو بيفولو بروجرام معين، هو بيتبع بروجرام معين. يعني ايه بقى بيتبع بروجرام معين؟ هديك مثال. هنفترض دلوقتي ان انت فتحت الكمبيوتر بتاعك عادي خالص، ورحت فتحت لعبة ماريو مثلا. فتحت دلوقتي لعبة ماريو،
وبدات اللعبه. اول ما هتبدا ايه اللي هيحصل؟ شخصيه ماريو هتظهر قدامك اهي بالشكل ده. اول ما شخصيه ماريو ظهرت قدامك انت عملت حاجه، رحت على الكيبورد بتاعتك وعندك فيه الزرار بتاع السبيس ده اللي هو المسطره، اللي هو اكبر زرار، اللي هو الزرار ده، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا، وضغطت عليه. اول ما ضغطت عليه ايه اللي حصل؟ ماريو عمل جامب لفوق وبعدين نزل تاني مكانه. فايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل انك ضغطت على الزرار، ففين الانبوت؟ ضغطة الزرار دي الانبوت. ماشي. طب فين البروسيسنج؟ ثواني بقى. البروسيسنج هنا هيفولو البروجرام، هيتبع التعليمات بتاعه البرنامج اللي شغال دلوقتي. هو ايه البرنامج اللي شغال دلوقتي؟ لعبه ماريو. ايه ده؟ هو لعبه ماريو برنامج؟ يعني كلعبه هي عباره عن شويه اوامر برمجيه. ففي لعبه ماريو شغاله وده يعتبر برنامج، فضغطت المسطره هتفولو الاوامر اللي جوه البرنامج، فهيروح يشوف البرنامج اللي شغال وبعدين يبدا يشوف بقى، يروح للحته بتاعه السبيس بتاعه المسطره دي. هو لما اليوزر يكليك على المسطره المفروض اعمل ايه؟ ده المفروض انفذ الفانكشن اللي اسمها جامب. طب الفانكشن اللي اسمها جامب دي بتعمل ايه؟ والله دي بتعدل مكان الشخصيه الكرتونيه دي وتخليها بدل ما هي واقفه عند 0 0 تبقى واقفه عند مثلا 0 5، فتبقى نطت لفوق، او تبقى واقفه عند 2 و5 فتنط وهي ماشيه وبعدين تنزل تاني. انا بديك تخيل، فاهم؟ فضغطة المسطرة هيتعمل لها بروسيسنج بناء على لعبة ماريو. هسألك سؤال، بعد شوية زهقت وقفلت لعبة ماريو خالص ورحت فتحت حاجة تانية، رحت فتحت الوورد، برنامج الوورد العادي اللي احنا بنستخدمه علشان نكتب عليه اي حاجة، تمام؟ وانت في الوورد ضغطت برضو على مسطرة، نفس السبيس اللي انت ضغطت عليها وانت في ماريو ضغطت عليها في الوورد. ايه اللي هيحصل؟ اكيد ماريو مش هينط، يعني ماريو اتقفل خلاص. الابلكيشن اللي شغال دلوقتي او البروجرام اللي احنا هنفولو الانستراكشنز بتاعته دلوقتي هو مين؟ هو الوورد. فبالتالي المسطره اللي انا ضغطتها او السبيس اللي انا ضغطتها دي هتعمل ايه؟ هتروح للوورد تشوف الاوامر البرمجيه اللي موجوده تحت ضغطه السبيس، تلاقي ده انا لازم اسيب وايت سبيس، لازم اسيب مسافه. فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الاوتبوت بتاعك هنا بقى مسافه فارغه في الفايل بتاعك. طب الاوتبوت في حاله ماريو كانت الجامب، لما بصيت على ماريو لقيته نط لفوق، ده كان الاوتبوت. طب ايه الانبوت؟ كان ضغطه المسطره. لو خدت بالك هتلاقي ان الانبوت هنا ثابت، انا ضغطت مسطره هنا او ضغطت سبيس في ماريو وبرضه ضغطت سبيس في الوورد. بس في حاله ماريو كان البروسيسنج بيفولو البروجرام بتاع ماريو، وفي حاله الوورد كان البروسيسنج بيفولو البروجرام بتاع الوورد. فالمثال بقى اللي احنا ماشي، المثال بقى اللي احنا اخدناه في البدايه اللي هو كان 3 بلس 5 equal 8. ففي الحاله دي هو انا بفولو ايه؟ في الحاله دي والله انا بفولو بروسيسنج بتاع اي ابلكيشن مفتوح. الابلكيشن ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون مثلا كالكوليترز، يعني ممكن افتح الكالكوليتر احط عليه 3 بلس 5 equal 8. ليه؟ لان الكالكوليتر هو مستني مني معادلات رياضيه، فالانبوت بتاعه هتبقى حاجات بالشكل ده. طيب اوكي، تعالوا نجيب بادج جديدة وتعالوا نقفل دي ونشوف احنا ممكن نشوف الكمبيوتر في ايه تاني. في الديش ووشر ممكن تشوف الكمبيوتر، اللي هي غسالة الأطباق، ممكن تشوف الكمبيوتر. طيب يعني اشوف الكمبيوتر ازاي في غسالة الأطباق؟ احنا في غسالة الأطباق بنقول انا عندي برامج، يعني البرنامج الأول اللي هو بيستهلك مثلا 5 لتر مية وبيشتغل على درجة حرارة 20، وتالت حاجة بيعمل ايه؟ بيستخدم 5 ملي او 2 ملي من المسحوق، ده بنسميه بي 1 اللي هو بروجرام 1. والبروجرام ده احنا بنشغله في حالة ان كنت حاطط كوبايات والكوبايات دي مش متوسخة قوي فمش محتاجة درجة حرارة عالية. وبرده الديش ووشر دي متبرمجة ان هي يكون عندها بروجرام تاني، البروجرام التاني ده هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها ممكن بستهلك 10 لتر ميه وبشتغل على درجة حرارة مثلا 80، وتالت حاجة بستهلك 8 ملي من المسحوق بتاعي. ليه 8 ملي؟ لان الحاجة بتكون متوسخة قوي وعليها دهون كتير فانا محتاج اعمل ده. ايه بقى الحاجات دي؟ دي كلها اوامر برمجية المهندسين بتوع السوفت وير اللي شغالين في الشركة بتاعة الديش ووشرز دي، بتاعة غسالة الاطباق دي، هم اللي كتبوا البرامج دي بناء على احتياج الناس. ايه ده؟ يعني انا ممكن الغسالة اللي في بيتنا اعمل لها برنامج جديد اخليها تستخدم مثلا 80 لتر ميه
وتبقى درجه حراره 120 مثلا، وتستهلك 5 كيلو مسحوق، ممكن تعمل كده. طب ازاي بقى اعمل كده؟ لا، اهدى عليا نعرف الاساسيات الاول واخليك تولع في البيت، بس اهدى عليا واحده واحده. طيب، عندي مثال تاني، هو ايه؟ هو العربيه بتاعتي فيها كمبيوتر. اكيد طبعا فيها كمبيوتر. يعني ضغطة البنزين دي اللي انت بتضغطها، ايه اللي بيحصل لما بتضغط البنزين؟ بيروح للكمبيوتر قوة الضغطة، وبناء على قوة الضغطة دي بيسحب كمية معينة من البنزين ويوديها للرشاشات ترش بقوة معينة، فيحصل انفجار، فالعربية تتحرك. فكل العملية دي او كل الاوبريشنز دي بتتم ازاي؟ بتتم عن طريق كمبيوتر موجود جوه العربية. ايوه، برضو ممكن تبرمج ابلكيشن وتحطه على العربية ويشتغل على العربية وهتبهدلها يعني. طيب، الاليفيتور، الاسانسير، المصعد الكهربائي اللي انت بتركبه في اي مكان، في اي مول، في اي عماره، بتلاقي فيه الاليفيتور ده. لما بتدخل بتلاقي ايه؟ والله بلاقي فيه لوحه كده موجود عليها عدد الادوار 1 2 3 4 5، وانا مثلا طالع الدور الرابع، فهضغط على الزرار اللي هو 4 ده، فايه اللي هيحصل؟ الاليفيتور هياخدني يوديني ل 4. ده في بقى حاجه اذكى من كده. ده ممكن تروح مكان يكون فيه اكتر من اليفيتور موجودين جنب بعض، وتكليك ان انت عاوز الدور الرابع مثلا. فايه اللي بيحصل؟ الكمبيوتر اللي جوه الاليفيتور يبدا يقرر مين اقرب اسانسير ليك. ده الاسانسير رقم 3 هو القريب ليك، فيبعتهولك ويقول لك روح للاسانسير رقم 3 واركبه واطلع. بيبقوا 3 كده جنب بعض، فاهمين الفكره؟ يعني انت بتبقى واقف بتلاقي الثلاثه اسانسير كده، ده الباب الاول وده الباب الثاني وده الباب الثالث، ماشي. وفي النص كده في لوحه واحده بس موجود عليها الارقام، او ممكن موجود عليها فوق وتحت. فوق ثانيه واحده وتحت بالشكل ده. انت واقف هنا مثلا وعاوز تطلع لفوق، بتضغط على الزرار بتاع فوق ده وتقف. الكمبيوتر هو اللي يقرر هل الاسانسير رقم 1 ولا 2 ولا 3 هو القريب ليك، ويبعتهولك. وفوق كده بيكون في شاشه بيقول لك انا هبعت لك دلوقتي اسانسير رقم 3. فانت لو واقف هنا، لا اتحرك بقى، روح اقف هنا، لان انت عارف ان الاسانسير رقم 3 هو اللي هيجي لك علشان تدخل في الاسانسير ده. بزرار واحد تتحكم في 3 اسانسير. بتبقى حاجه ذكيه جدا، وبيبعت لك الاقرب ليك. طيب، اوكي. فالديش ووشر زي ما احنا متفقين ان فيها انبوت. ايه هو الانبوت ده؟ هو البروجرام اللي احنا بنختاره، وفيها كنترولز. الكنترول يونت هي اللي بتحدد بناء على البرنامج اللي انت اخترته هسحب ميه قد ايه، هسخن الميه قد ايه. الاوتبوت بتاعي هو ايه؟ هو برامج مختلفه، different cycles. يعني في حاله انك اخترت P1، في الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ هيسحب ميه قليله. في حاله انك اخترت P2، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يسحب ميه كتير ويسخن الميه قوي. فحاجات او برامج مختلفه. كويس. طيب، تعال نشوف اللي بعد كده. في الكار مثلا، العربيه، ضغطه الاكسلريشن، الضغطه بتاعتك على الاكسلريتور دي اللي هي دواسه البنزين او كهرباء في عربيات الكهرباء، بتعمل ايه؟ بتاخد قوه الضغطه تبعتها الكمبيوتر ده يبدا يترجمها لكميه بنزين تدخل غرفه الاحتراق، فتحترق، فتولع، فتمشي العربيه. ماشي. طيب، ايه تاني؟ الاليفيتور، انت بتضغط على زرار والاليفيتور بيبدا يجي لك بناء على الضغطه بتاعتك دي زي ما قلنا دلوقتي. يبقى الحاجه العامه اللي احنا عاوزين نطلع بيها من السلايد دي هي ايه؟ هي ان البروجرام او الكمبيوتر، بنقول عليه كمبيوتر لما يكون اي بروجرامابل سيستم، اي سيستم قابل للبرمجه، نقدر نقول عليه كمبيوتر. تمام؟ لان هو بيقدر يريسيف داتا وبيبروسس الداتا دي بناء على بروجرام معين، بناء على سوفت وير معين متسطب عليه او موجود عليه، وبعدين بيقدر يديك اوتبوت كنتيجه انت تشوفها، او يديك بيهيفير او يتيك ديسيجن او ياخد قرار معين بناء على الداتا اللي دخلت دي. ماشي. احنا عاوزين بقى مثال احنا نعرفه. تخيل معايا، يعني سامحني على الديزاين ده، بس تخيل معايا ان دي لعبه ببجي اهو. تعالى نضيف بيجي كمان. دي لعبه ببجي، ده الموبايل بتاعك اهو. ماشي، ده الموبايل، والزرار بتاع الايم اهو، والزرار بتاع الفاير اهو اللي انت بتضرب بيه. فانت بتايم بده وبتضرب بده. كويس. طيب، انت بتلعب والماب قدامك فاضيه اهي تماما ومفيش فيها اي حاجه. فجاه لقيت في واحد، هو يعني طلع حجمه ضخم شويه، بس طلع في واحد كان ورا الشجره وطلع، يعني هو كان هنا وفجاه لقيته طلع قدامك
وطلع واد جامد جدا والهيلث بتاعه 100 ومش عارف هعمل معاه ايه. فانت هتعمل ايه دلوقتي؟ تقول لي والله سهله. اول حاجه هعملها هبدا احرك الايم، صح؟ لمسه الشاشه انبوت، يبقى الانبوت بتاعك في الحاله دي هي ايه؟ هي لمسه الشاشه. فانا هعمل ايه؟ هعمل ايم، هحرك الايم. فاول ما حركته راح واقف على الراجل ده. بس خد بالك بقى، انت الايم بتاعك وحش جدا لانك انت وقفته على البودي، ما عرفتش توقف فوق شويه، لا انت وقفته على البودي. فلمسه الشاشه بتاعتك كانت انبوت. البرنامج عمل ايه، او لعبه بوبجي عملت ايه؟ قالت لمسه الشاشه بالشكل ده، السوايب ده معناها ان انا احرك الايم او احرك المكان اللي هو بنشن بيه ده على الشخص ده او على اليمين شويه لحد ما اوصل للمكان اللي هو عاوزه. فالاوتبوت كانت في الحاله دي ايه؟ كانت ان الايم ده اتحرك. ماشي، حلو قوي. وبعدين ضغطت على زرار فاير، يعني انت بعد ما نشنت على الشخص ده ضغطت على زرار فاير. اول ما ضغطت على فاير ايه اللي حصل؟ الانبوت بتاعك ضغطتك على فاير. البروسيسنج هي عمليه اني اشوف انت معاك طلق ولا ما معاكش، اللي هو الامو ده معاك ولا ما معاكش. طب ايه السلاح اللي معاك؟ هو السلاح ده بيضرب على طول كده ولا ممكن يضرب اكتر من حاجه لو هو شوت جان او مش عارف ايه. فابتديت اعمل بروسيسنج على الضربه بتاعتك دي علشان اقرر هطلعها ازاي. طب الاوتبوت في الحته دي بالظبط هي ايه؟ هي ان الطلقه طلعت وراحت للشخص ده، او الطلقه طلعت وراحت في الحته اللي انت عامل فيها ايه. فهمت الفكره؟ فطول ما انت بتلعب بوبجي انت في سلسله من الانبوت والبروسيسنج والاوتبوت. وهخليك تلاحظ حاجه دلوقتي. طيب ايه اللي حصل بقى بعد ما عملت الحاجه دي؟ والله اللي حصل انه في الاول هيعمل هيت ديتكشن. يعني ايه؟ يعني هيبدا يشوف هل انت ضربته فعلا ولا لا. في حاله ان الايم بتاعك كان كويس وانت فعلا كنت مصوب على المكان بتاع الشخص اللي واقف، فيبقى الهيد ديتكشن هيديك هيت، هيقول انك فعلا ضربت، صح؟ يبقى اول قرار خده ان انت ضربت. طيب تاني قرار الهيت لوكيشن، انا عاوز اعرف الضربه دي جت فين، لان كل حته في الجسم بتقلل من الهيلث بقدر معين. فتاني حاجه هتبقى ايه؟ هتبقى الهيت لوكيشن. ده في البودي، احنا ضربنا في الجسم بتاع الشخص. ماشي، طب وبعد كده هبدا اعمل دامج كالكوليشن، يعني هبدا اشوف او احسب قوه الضربه دي عملت ايه. فمثلا الضربه في الجسم بتقللني 30، دي القاعده بتاعتي ان اي ضربه في الجسم بتقلل لي 30. فهقول ان انا هقلله 30 وجي في كام طلقه واحده بس لان انا ضربته مره واحده بس، اذا المجموع الكلي 30. يبقى انا عملت ايه؟ شفت جت فيه الاول ولا ما جاتش. طب ولما جت، لما اكتشفت انها جت، اشوف بقى جت في اي مكان في الجسم. طب لما اكتشفت انها جت في البودي هروح اشوف بقى البودي ده بيعمل ايه، بينقص 30. طيب جت فيه كام طلقه واحده بس، خلاص يبقى انا هنقصه 30 واحده بس. خلاص يبقى انا خدت القرار، هبدا انفذ بقى القرار ده. دي كلها بروسيسنج، يعني انت عملت حاجه واحده بس اللي هو الفاير. بص البروسيسنج اللي تمت قد ايه. طيب وبعدين هعمل ايه؟ هروح اعمل هيلث ابديت. يعني ايه؟ يعني الراجل ده اللي كان الهيلث بتاعه 100، لا معلش انا هنقص منه 70، هنقص منه 30 وهخليه 70. ليه؟ لان في ضربه جت فيه دلوقتي ب 30. طيب وبعدين هبدا اتشيك على حاجه كمان اسمها elimination تشيك، او اختبار الاقصاء، الموت. اموت الراجل ده ولا ما اموتوش؟ فالتشيكايه دي بتعمل ايه، او الاختبار ده بيقول ايه؟ بيقول لو الراجل ده الهيلث بتاعه بقى صفر موته، مش صفر ما تموتوش. طب الراجل ده الهيلث بتاعه كام دلوقتي؟ 70، اموته؟ لا خلاص نو، مش هموته. ماشي والله، يعني انا فاهم كويس قوي. فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان الانمي ده دلوقتي هيكون الهيلث بتاعه بقى 70 وخلاص بقى، وهبدا نعمل كونفirmation ان الهيد جت فيه والهيلث بتاعه بقى 70. بعد كده انت ظبطت الايم بتاعك شويه، حركت الايم وديته على الهيد، واد جامد. وبعدين هتعمل ايه؟ هتضغط فاير. اول ما ضغطت فاير التانية راحت فين؟ راحت في الهيد. هبدا اعمل نفس البروسيس تاني، او لعبه بوبجي تبدا تعمل نفس البروسيس مره كمان. هنعمل هيد ديتكشن، هل جت فيه ولا ما جاتش فيه؟ تقول لي والله جت فيه. طب الهيت لوكيشن، لا ده هيد شوت، خد بالك انا ضربت في دماغه. طيب لما بضربه في دماغه الدامج بيكون ايه؟ مش بموته، لا انا عندي برضو حسبه بعملها للدماغ واشوف ده هيموت ولا مش هيموت عادي. فالحسبه بتقول ايه؟ بتقول ان انا اي ضربه هضربها في 2.5 مثلا، نفترض ان دي المعادله. فبالتالي
المجموع الكلي اللي لازم يقل من الشخص ده 75. طب هو كان عنده كام؟ كان عنده 70، وانا المفروض انقص منه كام؟ 75. طب هل ينفع انقص 75؟ لا، مش هخلي صحته يعني سالب 5، او مش هخلي الهيلث بتاعه سالب 5. لا، انا هقول من 70 هوديه لزيرو. وهل اموته؟ الامينيشن تشيك، اموت البني ادم ده دلوقتي؟ موته، لانه خلاص الهيلث بتاعه بقت زيرو. والتشيكايه بتاعت الهيلث بنقول، او بتاع الاليمينيشن اللي هي الموت، بنقول لو اي حد الهيلث بتاعه وصل لصفر لازم يموت، معلش مش هينفع يكمل معانا. فاللي هيحصل هيبقى فيه هيد شوت، والانمي ده اليمينيتد، خلاص الراجل ده مات. هل كده خلاص؟ لا، بيجي لك بقى كمان انت رساله، صح؟ بتلاقي ظاهر لك رساله كده وبيقول ان علي قتل محمد دلوقتي، والكيلز عندك هتزيد 1، ولو في اكسبيرينس بوينتس انت تبدا تاخدها، واوبريشنز كتير قوي هتحصل معاك. فاللي عاوز اوصله لك ايه؟ ان الموضوع مش عباره عن انبوت بروسيسنج اوتبوت بس، لا، الموضوع عباره عن انبوت، وبعدها يمكن يكون في بروسيسنج، وبعدين اوتبوت. فاهم؟ يعني ممكن بانبوت واحد اعمل 5-6 بروسيسنج، 5-6 قرارات، وبعدين اعملها في الاخر باوتبوت واحد او اكتر من اوتبوت. او يمكن اعمل 2-3 انبوت، اللي هو هحرك وهضرب ومش عارف هنط لفوق في نفس الوقت، وبعدين هعمل بروسيسنج الحاجات دي كلها، وابدا اديك الاوتبوت ان انت مثلا موتت الراجل ده في النهايه او حاجه. فاهم؟ فاحنا لما بنقول انبوت بروسيسنج اوتبوت بنروح ناخد عمليه واحده صغيره قوي، وبنقول لك خد بالك ان ده اللي بيحصل. بس في الحقيقه انت طول ما انت شغال على اللعبه او شغال على الموبايل بتاعك، انت في سلسله لا متناهيه من الانبوتس والبروسيسنج والاوتبوت، بناء على التعليمات او الاستراكشرز او الاوامر البرمجيه اللي موجوده جوه اللعبه دي او موجوده جوه البرنامج ده. مهم قوي المفهوم ده. طيب ماشي، انا خلاص انا فهمت اللي بيحصل في لعبه ببجي. تيجي اديك مثال كمان، اللي هو اللي بيحصل في الاي تي ام. هو ايه اللي بيحصل في الاي تي ام؟ والله احنا بنروح الاي تي ام، نقف قدامها، بنلاقي الشاشه مكتوب عليها please insert your card. انا لو سمحت دخل الكارد بتاعك. فاول حاجه بتعملها هي ايه؟ احنا بنتكلم انجلش في كل حاجه الا الفلوس. فانت اول حاجه هتعملها هتروح تقول لي لا معلش انا هحول اللغه عربي، انا هحاول اللغه، ادخل بطاقتك من فضلك، وانا عاوز اللغه تبقى عربي كده قدامي. احنا في فلوس ما بنتكلمش انجلش، احنا بنتكلم عربي. خلاص هبدا اقول له ادخل بطاقتك. فاليوزر ده هيعمل ايه؟ هيبدا ياخد البطاقه بتاعته دي ويروح يحطها في المكان ده، صح. فتعال نشوف كده. فاليوزر دخل بطاقته، فدي كانت انبوت. لو خدت بالك انا نورت لك فوق انبوت اهي، لان الانبوت اللي حصل ان انت حطيت البطاقه بتاعتك. بعد ما عملت انبوت ظهر لك اوتبوت من المكنه. الاوتبوت كان على هيئه ايه؟ كان على هيئه رساله ظهرت لك على الشاشه مكتوب فيها ادخل الرقم السري. طيب بناء على الرساله دي انت هتعمل ايه؟ هتعمل انبوت تاني. فلو خدت بالك الراجل دخل الرقم السري بتاعه، وبعد ما دخل الرقم السري ايه اللي هيحصل؟ هيحصل بروسيسنج، جاري التحقق من الرقم، وبعدين هيديك يقولك ان الرقم صحيح. خد بالك بقى الرقم صحيح دي هي مخرجات، هي اوتبوتس. فاهم الفكره؟ طيب وبعد ما يعمل الانبوتس دي، او بعد ما يعمل الفحص بتاع الرقم السري، هيروح يعمل فحص للحساب بتاعك، يبدا يشوف والله الحساب ده نشط ولا مش نشط. يعني شايفين ولا ايه؟ الحساب ده نشط ولا لا؟ طب الحساب ده مسموح بيه السحب ولا لا؟ طب الحساب ده مسموح فيه الايداع ولا لا؟ طب لو اي حاجه من الحاجات دي مش مسموحه، هتلاقي ظهر لك رساله كبيره كده برجاء التوجه الى البنك. فهمت الفكره؟ طيب عملنا فحص للحساب وتاكدنا ان الحساب كويس وينفع العميل يعمل بيه كل حاجه. هبدا اظهر له بقى اوتبوت تاني، اقول له لو سمحت اختار الخدمه، عاوز تعمل سحب نقدي ولا عاوز تعمل ايداع؟ لا مش عاوز اعمل ايداع، انا عاوز اعمل سحب نقدي. خلاص ماشي، يلا بينا نعمل سحب. اول ما عملت سحب ايه اللي حصل؟ هيروح يديني اوتبوت تاني يقول لي لو سمحت ادخل المبلغ. ايه ده؟ انا اللي هدخل المبلغ؟ ايوه، ما هو الاول اداك اوتبوت قال لك لو سمحت ادخل المبلغ، انت هتدي له انبوت بناء على الاوتبوت ده. هتقول له طيب المبلغ اللي انا عاوزه 2000 جنيه. فانت هتكتب هنا بالكيبورد دي 2000 جنيه. ال 2000 جنيه دي انبوت. كويس؟ طيب بناء على ال 2000 جنيه دي هيقول لك برجاء الانتظار. دلوقتي بيعمل بروسيسنج. كلمه برجاء الانتظار دي اوتبوت، بس في الحقيقه هو بيعمل ورا بروسيسنج. دلوقتي بيبدا يشوف بقى ينفع يسحب ولا لا.
لقى ان ينفع يسحب، راح عدى 10 ورقات زي ما انت شايف كده، راح عدى 10 ورقات في المكنه من جوه، ده داخل الاله بتاعت عد النقود. وبعدين هيعمل ايه؟ هيبدا يطلع لك الفلوس بتاعتك زي ما انت شايف كده. هتاخد الفلوس، يبدا يقول لك شكرا لاستخدامك بنك اي حاجه، بنك المعرفه، ماشي، شكرا لاستخدامك بنك المعرفه، وتاخد الفلوس بتاعتك وتمشي. فاللي بيحصل معاك قدام الاي تي ام، قدام مكنه سحب الفلوس، هي سلسله كبيره من الانبوتس والاوتبوتس. انا فهمت يعني انا فهمت انت قصدك ايه بالموضوع ده. انا دوري ايه؟ يعني انا كسوفت وير انجينير بعمل ايه؟ ايوه، ما انت اللي بتعمل السيستم اللي بيشتغل على المكنه، اللي بيقرر ايه الانبوتس اللي تدخل، وبناء عليها ايه البروسيسنج اللي هتتم، وبناء عليها ايه الاوتبوتس اللي بتطلع. يعني التعليمات البرمجيه اللي بتتكتب على مكنه الاي تي ام انت اللي بتعملها. فهمت الفكره؟ طيب الاي تي ام بقى خصوصا لو عاوز اشتغل فيهم وابقى واحد بيعمل السوفت وير بتاع الاي تي ام ده، بحتاج اتعلم ايه؟ والله هو اغلب الاي تي امز اللي موجوده هي اندرويد سوفت وير، هي اندرويد اوبريتنج سيستم في النهايه. فالشخص اللي بيعمل الابلكيشنز على الصراف الآلي ده او مكنه الاي تي ام هو مين؟ هو واحد، تعالوا نرجع تاني للانجليش بتاعنا. طيب هو واحد سوفت وير انجينير عادي خالص، لكن تخصصه اندرويد، فهو بيكون اندرويد ديفلوبر. ماشي؟ يعني انا لو عاوز ابقى السوفت وير انجينير اللي بيعمل الابلكيشنز بتاعه المكنه، اروح اتعلم اندرويد ديفلوبمنت. بتتعلم اندرويد ديفلوبمنت ومعاها شويه حاجات تانية بتكون خاصه بالسنسورز بتاعه المكنه دي، بتاعه الاي تي امز دي، وبتتدرج بقى في التدرج بتاعك، في التدرج الوظيفي بتاعك، لحد ما تفهم قوي المكن ده بيشتغل ازاي. وبالمناسبه في مصر هي تقريبا كام شركه اللي معروفين قوي اللي ماسكين كل الاي تي امز لكل البنوك. يعني مش كل بنك هو اللي بيطور السوفت وير بتاع الاي تي ام بتاعه، في الغالب بيكون في شركه خارجيه هي اللي ماسكه الاي تي امز بتاعه البنوك كلها. طيب مش شركه واحده، هم اكتر من شركه يعني، ومعروفين على فكره في الماركت. ماشي اوكي، يعني انا عرفت دلوقتي ان في حد اسمه اندرويد ديفلوبر، والراجل ده هو مين؟ هو اللي بيعمل ابلكيشنز اندرويد للاي تي ام بس. لا مش للاي تي امز بس طبعا، تقدر تعمل اندرويد ابلكيشن يشتغل على اي اوبريتنج سيستم اندرويد، اي نظام تشغيل اندرويد، اي موبايل اندرويد يشتغل على الابلكيشن اللي انت بتعمله. طيب الايفون؟ لا الايفون لا. يعني لو معايا موبايل سامسونج ينفع اعمل عليه ابلكيشن باستخدام لغات البرمجه اللي هي كوتلين وجافا؟ دول لغات برمجه، كوتلين لغه برمجه وجافا لغه برمجه، الاثنين بيستخدموا عادي، الاثنين بيرنوا اوفر جي في ام. طيب لو انا مثلا معايا موبايل انفينكس، ينفع اعمل عليه ابلكيشن بجافا وكوتلين؟ لو معايا موبايل ريلمي ينفع؟ ينفع. اي موبايل بيشتغل باوبريتنج سيستم اندرويد تقدر تعمل عليه ابلكيشن باستخدام كوتلين وجافا، وطبعا بتستخدم اندرويد ستوديو. تمام اوكي. ممكن تعمل ابلكيشن زي ايه؟ زي بانكينج اب، زي ايه بانكينج اب مثلا؟ زي انستا باي. تقدر تعمل ابلكيشن زي انستا باي بجافا وكوتلين. هو بالمناسبه انستا باي اصلا مبني اوفر ذس. شات اب مثلا، حاجه زي واتساب، حاجه زي تليجرام، تقدر تعمله جيم، لعبه تقدر تعمله بس ممكن تتعلم انجنز كمان. لو هتعمل حاجه بقى 3 دي قويه قوي، ممكن في انجنز بنستخدمها في الجيمز. والايفونز ينفع تعمل الايفونز؟ لا معلش، الايفونز لا، الايفون ليها لغات برمجه تانية. يعني كنا زمان بنستخدم اوبجكتيف سي، وحاليا الجديده بنستخدم سويفت، وبتتعلم ازاي تعمل ابلكيشنز على اكس كود. ولازم يكون طبعا معاك ماك بوك، علشان مش بتديفلوب على ويندوز، لازم تديفلوب على ماك بوك، او يعني مهم يعني على اي ماك اوبريتنج سيستم عموما. طيب ليه؟ لان هي ابل كلوزد سورس، هي مقفوله على نفسها، فكل حاجه بتتم جوه الايكو سيستم بتاع ابل، جوه النظام بتاع ابل. ما تشغلش بالك بالحاجات دي، انا بديك بس هنت كده سريع عن الموضوع اصلا بيمشي ازاي. طيب اخر حاجه هنقولها، هو مين السوفت وير انجينير؟ مين اللي نقدر نقول عليه سوفت وير انجينير؟ جماعه كلنا سوفت وير انجينيرز. اي حد بيشتغل في مجال السوفت وير، بيبرمج حاجات وبيعمل ابلكيشن، بنسميه سوفت وير انجينير. فده مسمى عام تماما اسمه سوفت وير انجينير، زي مسمى دكتور. اي حد خرج من كليه الطب اسمه دكتور، بس في دكتور قلب، في دكتور اعصاب، في دكتور انف واذن، كل دكتور ليه تخصص، صح؟ السوفت وير انجينير برضه ليهم تخصص.
طب ايه بقى التخصصات بتاعه السوفت وير انجينير؟ والله احنا عندنا تخصصات جميله جدا وكتيره جدا، كلها بتجيب عقد نفسيه. اختار منها اي طريق يجيب لك العقد النفسيه اللي انت تحبها، براحتك اعمل اللي انت عاوزه. يعني والله عندي موبايل ديفلوبر. الموبايل ديفلوبر ده ممكن يكون متعلم اندرويد وكوتلين وممكن جافا كمان، او اي او اس ويتعلم سويفت زي ما احنا عملنا في الاي تي ام بتاعتنا. ممكن والله اكون فرونت اند ديفلوبر. مين الفرونت اند ديفلوبر ده؟ اللي بيعمل الواجهات بتاعت الويب سايت. يعني انت لما تدخل تسجل على المنصه بتاعتنا اللي هي اسمها mahmoudsharaف.com، هتلاقي في مكان بتكتب فيه الاسم بتاعك ورقمك وتختار العنوان بتاعك والحاجات دي. اللي عامل ده هو فرونت اند ديفلوبر اللي هو انا، ماشي. فاللي عامل الويب سايت كفرونت اند عملوا باستخدام الحاجات دي، مش بس يعني مش HTML و CSS وجافا سكريبت بس، لا، بيبقى في دايما معاها فريم ورك. ما بنروحش نكتب الحاجات دي بيور، يعني بيبقى معاها فريم ورك تاني. ممكن الفريم ورك ده يكون رياكت، ممكن يكون فيو. يعني ايه فريم ورك؟ يعني إيه؟ سيبك من الكلام ده كله دلوقتي، انا بس بديك فكره عامه عن الموضوع وهشرح لك الحاجات دي كلها واحنا ماشيين بقى مع بعض. بس تبقى عارف ان الراجل اللي بيعمل واجهات الويب سايت اسمه ايه؟ اسمه فرونت اند ديفلوبر. انا مش فاهم يعني ايه رياكت، مش مهم. مش فاهم يعني ايه فيو، مش مهم. انا مش فاهم يعني ايه فرونت اند اصلا، والله مش مهم. خليك بس ماشي معايا وانا هفهمك. انا عايزك بس تبقى فاهم ان السوفت وير انجينير مفهوم عام، وجواها حد اسمه موبايل ديفلوبر. فده سوفت وير انجينير متخصص في الموبايل ديفلوبمنت، وده سوفت وير انجينير متخصص في الفرونت اند ديفلوبمنت. طيب عندي حد تاني. عندي حد تاني. مين تاني؟ ممكن يكون عندي باك اند انجينير، باك اند ديفلوبر. مين الباك اند ديفلوبر ده؟ بيشتغل على السيرفر سايد، بيعمل بقى لوجيك، بيشتغل في السيرفر، بيظبط الداتابيزز. على فكره الداتابيزز اصلا دي ممكن تكون شغلانه لوحدها، بس خلينا نقول المتعارف عليه في مصر ان الباك اند بيشتغل برضو على الداتابيزز، وليها لغات برمجه بتشتغل فيها. يعني ممكن تشتغل جافا سكريبت في الباك اند، ممكن تشتغل بايثون اللي انتوا هتدرسوها، ممكن تشتغل جافا. والسيكوال دي مش يعني دي مش لغه برمجه، دي بتاعت الداتابيز، فاهم؟ يعني دي اللانجوج اللي احنا بنمانج بيها الداتابيز. زي ايه بالظبط؟ زي لما تدخل على البلاتفورم بتاعتي وتكتب البيانات بتاعتك وتضغط تسجيل. لما تضغط تسجيل ايه اللي بيحصل؟ الفرونت اند بيلم الداتا اللي انت كتبتها ويروح يبعتها للباك اند اوفر اي بي اي. يعني ايه اي بي اي؟ مش مهم دلوقتي. المهم بيروح يرميها للباك اند على السيرفر. الباك اند يمسك الداتا دي، يبدا يشوف كاتب رقم الموبايل صح، كاتب العنوان صح، طب انت متسجل قبل كده؟ متسجل. هرجع لك رساله خطا، اقول لك لو سمحت انت مسجل، اضغط على تسجيل دخول. ما تروحش تعمل ريجستريشن تاني. في تسجيل دخول بتحط اليوزر نيم والباسورد او الموبايل والباسورد وتعمل لوجن، فاهم؟ لو انت بقى جديد هاخدك احطك في الداتابيز عندي وابدا اكمل البروسيس. فاللي عامل الباك اند بتاعي على الويب سايت هو مين؟ اسمه باك اند ديفلوبر، اللي هو انا برضو. عادي، ما ممكن تشتغل الاثنين، ممكن تبقى فول ستاك، تشتغل فرونت اند وباك اند، ماشي. طيب ممكن تكون امبيدد سيستم انجينير. مين الامبيدد سيستم انجينير ده بيشتغل على المايكرو كنترولرز اللي موجوده جوه الديفايسز، يعني اللي بيبرمج الشيبات اللي موجوده جوه غساله الاطباق، ده امبيدد سيستم انجينير. اللي بيبرمج الشيبات اللي موجوده جوه العربيات ومش عارف ايه وكده، بيبقى يعني جزء من شغله امبيدد سيستم انجينير، ماشي. طيب يعني ايه؟ برضو مش عايزك تدخل في التفاصيل، انا بس بديك الفكره العامه ان احنا مجالنا فيه تخصصات كتير، فاهم الفكره؟ طيب تعالى نقفل دي ونروح اللي بعدها. ممكن تكون اي اي او ماشين ليرنينج انجينير، تتعلم بايثون وتكون اي اي انجينير عادي خالص. بايثون اللي احنا بتدرسوها، يعني انت واخد بالك ان بايثون قويه قوي، شغاله في الباك اند وشغاله في الاي اي. بس مش زي ما انت فاهم، يعني الموضوع له اعتبارات كتير قوي. ممكن تبقى في الداتا ساينس مثلا، يعني تبقى الراجل اللي بياخد الداتا يبدا ينظفها ويطلع منها شويه بريدكشنز. يعني يقول بناء على اخر 10 سنين انتوا النهارده هتبيعوا تكييفات ب 2 مليون جنيه. عرف منين؟ تنبؤ. خدنا شويه داتا، وبعدين الماشين ليرنينج انجينير عمل لنا موديل معين، ادينا الداتا دي، بناء عليها ادانا بريدكشن معين، ادانا توقع معين ان احنا هنبيع ب 2 مليون جنيه، ماشي. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه في اسمه داتا ساينتست، او في الداتا فيلد. يعني ممكن تبقى جيم ديفلوبر، تعمل لعبه زي ماريو، تعمل لعبه زي باتل فيلد، تعمل لعبه زي بابجي. فممكن تبقى جيم ديفلوبر، بتحتاج تتعلم لغات البرمجه دي ومعاها شويه حاجات تانية. انا هنا كاتب الموضوع باختصار، يعني دي لغات البرمجه، في بقى فريم وركس تانية، في تكنولوجيز تانية بتحتاج انك تتعلمها. طيب في سايبر سكيورتي انجينير، ده الراجل بتاع الهاكينج. بيبقى ما ينفعش اختصره في بايثون وسي، ما ينفعش اختصره في ده خالص، يعني دي مضلله جدا. الراجل السايبر سيكيورتي انجينير ده بيبقى معاه تولز
قويه جدا، واهم تول هي دماغه، واهم تول هو الريزننج بتاعه، اللي هو السببيه، اللي هو ده كل ده حصل ليه، ده اتعمل ازاي، ده نوصل له منين، ده ممكن ايه اللي يحصل له، ده ممكن يعني فاهم. يبقى لا، هو بيكون شخص قوي جدا جدا، وبيكون التولز بتاعته اهم حاجه فيها بيكون طريقه تفكيره ودماغه، ويبقى معاه تولز كتير قوي ليها علاقه بالنتوركينج، وتولز ومهارات تبقى ليها علاقه بالسوفت وير انجينيرنج محدده او في حتت محدده، علشان يكون فعلا سايبر سكيورتي انجينير قوي، اللي هو يحمي الشركه من الهاكرز. فاوفر اول دي كل السبيشاليزيشنز بتاعتنا، مش كلها، لا دي مش كلها، يعني دي امثله على السبيشاليزيشنز بتاعتنا، او دي اشهرها اللي موجوده. عندنا حاجات تانية، طبعا عندنا حاجات تانية كتير، بس خلينا نقول ان دول اشهرهم. انا ما فهمتش قوي السبيشاليزيشنز دي كلها، مش مهم، احنا مع بعض طول السنه هتلاقيني في مره بكلمك عن الموبايل ديفلوبر وبديك امثله عليه، هتلاقيني مره بكلمك عن الباك اند ديفلوبر وبديك امثله عليه، لان بالمناسبه انا اشتغلت موبايل في الموبايل ديفلوبمنت في تيم في شركات فتره كبيره، واشتغلت في الفرونت اند طول حياتي، انا بشتغل في الفرونت اند كحاجه جانبيه، واشتغلت في الباك اند يمكن 4 سنين. يعني فكل حاجه من الحاجات دي انا عارف اللي جواها ايه، فما تقلقش خالص، احنا هنتكلم عن الموضوع ده كتير قوي واحنا شغالين مع بعض ان شاء الله. وهقول لك من اين تؤكل الكتف. من اين تؤكل الكتف دي معناها اتحرك ازاي من الاخر، يعني لو عاوز اتحرك هتحرك ازاي. بس فشكرا جدا ليكم ان انتوا سمعتوا المحاضره دي. لو سمحت حل الكويز اللي على المحاضره دي، لو سمحت لو مش مسجل على البلاتفورم mahmoudشرف.com ادخل وسجل، الموضوع سهل جدا وبسيط جدا، وحل الكويز اللي على المحاضره دي. فيلا مستنيكم على البلاتفورم، وسلام عليكم.